السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم أصدقائي المتابعين. معكم حنين من غزة وهي قناتي. طبعا بعد 5 شهور من تسكير المعابر وعودة القتال والمجاعة اللي إحنا فيها إجانا باكج خضرة. طبعا ما تستغربوا على باكج الخضرة لأنه إحنا بمجاعة، فتعتبروها إشي زي هدية عيد أو إشي فوق الخيال. طبعا الباكج كان موجود فيه شوية خضرة زي الكساية، كان في أكم من حبة كساية هيك، وكان في كمان شوية بتنجان، وكان في شوية خضرة تانية زي الخيار، وفي كيلو بندورة، وكان في شوية فلفل. فقررنا إنه نعمل في محشي ونستغل الفرصة لأنه إحنا نفسنا بالمحاشي. فتابعوا معنا وشوفوا كيف رح نعمل المحشي في النزوح. يعني اللبة بدكم تعملوها شوربة؟ وين كساية عماد؟ هاي كسايت. طب بتاعت عماد هاي وين؟ كسايت. شو هذي لك؟ هاي كسايت عماد. أكبر منك يا إيلي. كسايت عماد سكنونة. أنا تبعت البتنجانة هيها. أكبر بتنجانة. يما عليكي. وبتنجانة عماد هيها. هاي زي ما انتم شايفين يا جماعة، هاي غراض المحاشي يلي احنا بنعملها للخلطة، وهاي الرز. طبعا هذا آخر رز عنا، خلص بعد هيك هذا آخر إشي عنا. طبعا غسلناه. غسلناه وزبطناه. هاي اللي هو البقدونس والعنجرادة. طبعا هذه كمية قليلة، زمان ما كانتش تسوى شيكل هذه حقها، الآن حقها تقريبا $3. والبهارات هدول كلفنا 20 شيكل. يعني هذا اشي تاني غير اللي هو المحاشي. يعني لولا انه المحاشي اجونا هيك كان ما قدرنا نجيب. هاي البهارات وهاي الصلصة تقريبا هدول عن معلقتين، صح يا معمل؟ صحيح. هدول عن معلقتين. يعني هذه ب10 شيكل، يعني تقريبا $3. طبعا بهالحين علبة الصلصة سعرها 40 شيكل، يلي كان حقها 5 شيكل زمان. فياريت البضاعة ترجع. الرز كيلو الرز قلط 50 شيكل هالحين. إن شاء الله ربنا يفرجها على الناس. بنتمنى إنه البضاعة تدخل وإنه الأسعار ترخص. خلي الواحد يجدد طاقة، خلي الواحد يقدر ياكل ويعيش زي الناس، زي الخلق، زي العالم. أما هيك ما بصير. يعني أتفه طبخة بتكلف 100 شيكل، هذا غير المحاشي. الحمد لله إنه ربنا رزقنا فيهن. فلمتى إحنا رح تضل الأسعار عنا غالية. حتى البهارات كمان طعمهم مش هالطعم، مش زي بهارات زمان طعمها زاكي ومنيح وهيك. لا، كلها مغشوشة. والمصيبة يعني احنا لما شفنا البقدونس والعنجرادة هيك انصدمنا، ما توقعنا انه الكمية هاي القليلة. وان شاء الله ربنا يعوضنا برز تاني يا رب، ويرخص سعر الرز والمونة. احنا تقريبا إلنا 5 شهور بناكل رز، هذا كله من المخزون اللي احنا خزناه وهي يخلص. فإن شاء الله يا رب عهوا تخليصة الرز يفتح المعبر ويدخل الأكل. وإحنا أصلا تعبنا من أكل الرز، لكن ما في غيره، شو بدنا نعمل. وانصدمنا كتير على الصلصة.
الصلصة اللي معلقتين ب10 شيكل، هذه صدمة كبيرة، هذا أغلى من البندورة الصلصة صارت، لأنه بنستعملها كتير في الطبيخ. يعني ياريت إنه سعرها يرخص، وكمان مش هالصلصة اللي الواحد تعطي حداقة وتعطي طعم، لأ، يعني تحس كل الأكل تمشيت حال، بس يعني زي كأنه الواحد ياريت الواحد يعني يشبع منها. الحمد لله على كل حال، بنحكي من الآخر، والواحد نفسه إنه وقت ما يشتهي محشي ياكل، وقت ما يشتهي طبخة تاني ياكل. نفس الواحد يرجع لأيام زمان، إنه لما يشتهي أي شغلة يروح يجيبها، وما يتغلب في المصروف، وما يتغلب في اللي هو شرائها، وما يتغلب لما ينقيها. كمان لما واحنا بنعمل في المحشي لقينا فيه شوية منه خربان، لأنه هاي البضاعة يعني زمان إلها، لأنه الناس ما بتقدر تشتريها، فبتيجي نظام مبادرات للناس، وبتكون هيك باهتة ودايبة. وشو بدنا نحكي غير الحمد لله، إلنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل، وربنا يبدل الحال لأحسن حال يا رب العالمين. وهذا أكتر شيء أنا بصوره بفيديوهاتي، لأنه أهم شيء بالنسبة إلي وبالنسبة لكل الفلسطينيين اللي هو العجين. هيك جهزناه مشان نوديه على المرة. طبعا هذا آخر كيلو طحين عنا مع 2 كيلو معكرونة، عجناهم سبحان الله، حتى ما احتاجنا مية، لأنه المعكرونة نقعناها في مية المعكرونة نفخت معنا. وبنتمنى إنه يفتح المعبر ويدخل الطحين، لأنه هذا آخر كيلو عنا وما بنقدر إنه نشتري الطحين. حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي كان السبب. طبعا زمان أجدادنا كانوا يحكوا الخبز والزيت هم عماد البيت، لكن الآن ما في لا خبز ولا زيت ولا بيت. هذا هو حالنا وحال الفلسطينيين. يا ريت يجي الطحين، خلي الإنسان يشبع. جميع الدول العربية بتحب تعمل المحشي باختلاف الأسماء وباختلاف الأنواع يلي بتستعملها للمحشي، لكن بغزة الوضع بيختلف كتير. الوضع بغزة كتير صعب، بتتغلب ما بتصدق لما تعمل محشي، سواء بأدوات المحشي يلي بتستعملها زي البقوار أو الطنجرة أو غيرها، أو الأدوات نفسها يلي بتستخدمها في طبخ المحشي. هذه هي معاناة النازحين، والحمد لله رب العالمين. بنتمنى إنه نرجع نعمل المحشي زي ما كنا نعمله في بيتنا. وردي الجو مع شو
وهاي صارت أكلة المحاشي جاهزة، وبندعي رب العالمين إنها ما تكون آخر أكلة، خصوصا بظروف المجاعة والنزوح اللي إحنا بنعيشها. طبعا أسعار المحاشي زادت الآن، وسعر الرز وصل 100 شيكل، هذا غير الطحين المقطوع. ما تنسوا يا جماعة تدعمونا بمبادرة الطحين، وتدعموا قناتنا باللايك والشير والاشتراك بالقناة، وورجونا تعليق حلو زيكم، والله يعطيكم العافية يا رب.